السلام عليكم حبايبي، يا مساء الجمال عليكم كلكم. ايه رأيكم في الحاجات الجميلة اللي قدامكم دي؟ بصوا شكلها جميل ازاي، شكل الكوبايات والكاسات جميل ازاي بالفواكه دي. انا عندي رمان فرطته وحطيت عليه سكر، عندي نص كيلو موز خرطته حطيت عليه سيرة، شربات كان فايض عندي من جلاش كنت عاملاه حلو عشان اغلفه مخليهوش يسود، وعندي جوافة قطعتها، وعندي عنب كمان قطعته. ببتدي احط في الكوبايات كده الرمان مثلا الاول، فوقه جوافة، فوقه عنب، فوقه موز، تبقى ادوار فاكهة كده فوق بعضها، بيبقى منظرها جميل جدا من الكوباية ومغذية وحاجة لذيذة بصراحة. في الصيف دوت احسن ما الواحد بياخد الفاكهة ثمرة واحدة ويقعد يقطمها كده، لا المنظر بيبقى جميل، تشجع على اكل الفاكهة، وخاصة للناس اللي بتهرب من اكل الفاكهة وللاطفال الصغيرة اللي ما بتحبش الفاكهة. منظر زي ده بيخلوهم ياكلوه على طول. وفي من الكبار برضو مش بيميلوا قوي للفاكهة واكل الفاكهة، انما لما بيتعامل بالطريقة ديت كله بيشبط فيها وكله بياخد وبياكل الفاكهة اللي على بعضها. دي اسمها سلطة فواكه على بعض. بصوا منظر الفاكهة على بعضها في منتهى الجمال. تبقى متلجة كده وطالعة من التلاجة متلجة كده ولذيذة وتهضم الأكل. بصوا منظرها في كوبايات بقى، بصوا أدوار الرمان والفاكهة بألوانها الجميلة، وعلى الوش حبة كريمة كان عندي يعني أقل من ربع كيلو كده، أو تمن، حتى هو يجي تمن. ضربته كده بكوباية لبن متلجة وسبته شوية في التلاجة، وبدأت أشكل عليه كده دايرين داير زي وردات كده، أو حوالين الطبق أو الكاس أو الحاجة اللي هو محطوط عليها، بتدي منظر جميل كده. بس وزينت الكريمة ديت بحبات الرمان، بتدي منظر جميل. بصوا منظرها جميل ازاي، يا رب يكون عجبتكم.